ازيكم عاملين ايه؟ هقولكوا النهارده على الدفعة الجديدة اللي هتنزل في حدث الراجناروك الدفعة التانية. متنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدأ. اول حاجة اللعيبة المتوقعة اللي تنزل الاسابيع الجاية زي ليتمان، نسيري، شمايكل، جاتوزو، نيدفيد، اوين، جنولا، يايا توريه، روبرتو كارلوس. اللعبة دي ممكن تنزل الأسابيع الجاية أو ممكن حد من اللعبة دي ينزلوا الأسبوع الجاي. متوقع كمان يكون في بيركامب مع جينولا وتوريه وروبرتو كارلوس ونيدفيد وجاتوزو، ممكن ينزلوا معاه. والأسعار المتوقعة ممكن يكون جينولا ب1500، يايا توريه ب1250، روبرتو كارلوس ب1500، نيدفيد ب1000، بيركامب 800. دي الأسعار المتوقعة. مدرسة اف سي بيقول ان ممكن ينزل توني كروس كايكون في الأسبوع الجاي في اللي هو ديفاينج ليجاسي، فانتظروا توني كروس في الأسبوع الجاي. ورسميا زلاتان ابراهيموفيتش هينزل الأسبوع الجاي كايكون، ممكن ينزل 110 أو 107 أو 103 رسميا من اللعبة. ونزلوا اللي هو الصورة دي في اف سي 26. الصورة دي برضو رسمية من اي سبورت ان زلاتان ابراهيموفيتش هيبقى في اللعبة كايكون. الصورة دي متوقعين ممكن يكون شكل البطاقة عامل زي كده، يكون اس تي 111 ويكون كايكون. اللعبة برضو متوقعة تنزل احنا قلنا يا توريه ممكن ينزل كورايف 111، ممكن ينزل ياشين 111، احنا قلنا بيركامب ممكن ينزل 110، باريسي ممكن ينزل 111، اوين ممكن ينزل 110، نكاتا ممكن ينزل 109، بابن ممكن ينزل 109. اللعبة دي ممكن تنزل في الأسبوع التاني أو التالت ويك 2 أو 3. واللعبة برضو متوقعة تنزل ممكن ينزل جيرويجي بوفون، ممكن ينزل جيرارد مولر، ممكن ينزل زيدان، ممكن ينزل نيستا 110، وممكن ينزل زيدان 111، ممكن ينزل فالي 108، ممكن ينزل كومباني 109. من اللعبة برضو اللي ممكن تنزل كولر 110، لامبرد 111، ممكن ينزل جورج بيست 111. دي برضو اللعيبة برضو اللي ممكن تنزل. متوقعين برضو ان شمايكل مثلا لو نزل 111 ممكن يبقى ب2 مليار، وجنودا ب2 مليار، ونيفيد ب2 مليار، وتوريه ب2 مليار، وروبرتو كارلوس ب2 مليار، جاتوزو ب2 مليار كوين، إسايا ب2 مليار كوين، بيركام ب2 مليار كوين، اوين ب2 مليار كوين، ليتمان ب1,490,000,000 كوين. يعني هو دي توقعات مش رسمية. كده يكون خلص الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك. وسلام.